أتدرون ما الأجمل من ذلك؟ أجمل من مجرد الحج وأجمل من الحج متابعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هناك شيء أفضل بعد، ألا وهو أن تدخل الحج متمتعا به سعيدا بأدائه، أن تدخل وكن لك شوق للحج، أن تؤدي العبادات وأنت فرح. لا تذهب إلى الحج متى ننتهي، لا تذهب إلى الحج وأنت تتأفف، لا تذهب إلى الحج وأنت تعاني، لا، اذهب إلى الحج وأنت سعيد وأنت فرح. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. تؤدي المناسك وأنت سعيد، عندما تقف في عرفات تتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف هنا، عندما تذهب إلى مزدلفة تتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف هنا، عندما ترمي الجمرات تستحضر أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى، لما تنحر، لما تحلق، لما تطوف، لما تسعى، لما تبيت، لما ترمي، لما تودع، عندما تؤدي مناسك الحج تؤديها بسعادة، براحة، بطمأنينة، بفرح. فما بالك إذا استشعرت أيضا كيف لو كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، تستشعر أن النبي بينك وبين أصحابك يقف صلوات ربي وسلامه، أنه الآن صلى الله عليه وسلم معك في الحج صلوات ربي وسلامه عليه، تستشعر أين وقف، أين جلس، ماذا دعا، بماذا دعا، كيف أدى صلوات ربي وسلامه عليه. نريد أن نجعل العبادة متعة، سعادة، راحة، لا مجرد مشاق، تعب. متى ننتهي؟ نذهب إلى الجمرات لا نتأفف، بالعكس سعداء، نرمي الجمرة ونكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، نستشعر أننا نؤدي عبادة، عندما نطوف نؤدي عبادة، عندما نسعى نؤدي عبادة، عندما نقف في عرفات، وهكذا جميع مناسك الحج أن نؤديها ونحن نشعر بالسعادة والامتنان لله تبارك وتعالى أن مكننا من الوصول إلى هذا المكان، وقد حرم غيرنا، حرم كثير من الناس. ليس كل أحد كمثلكم يتمكن من الحج وعنده من النفقة وعنده من الراحة وعنده من الطمأنينة وعنده من يبقى مع أهله فيذهب ويؤدي مناسك الحج ثم يرجع. فإذا أضفت إلى هذا أنك تؤدي مناسك الحج على علم، لا كمن يذهب إلى الحج وهو جاهل بأحكامه، فرق عظيم بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فلذلك يحرص الإنسان ابتداء على أن يتعلم مناسك الحج، حتى إذا ذهب إلى بيت الله تبارك وتعالى وأدى فريضة الحج أداها على ما يحب ربنا ويرضى سبحانه وتعالى. ثم إذا جمع مع ذلك شعوره بالسعادة والراحة وأدى المناسك وهو سعيد بها، لا يتأفف ولا يقول متى ننتهي، بل يقول أرحنا بها، يرتاح وهو يؤدي هذه المناسك.